مش بيحبوها ولما بتعمليها مش بيرضوا ياكلوها. اوعدك ان انت لما تجربيها بالطريقه دي وتعملها لهم هيحبوها جدا، كل اللي في البيت هيتجنوا عليها. طريقه جميله جدا، الريحه والطعم خطير، فطار او غدا او عشاء. مش ممكن يا جماعه، مش قادره اوصف لكم الجمال. وصفه سهله جدا ولذيذه وبتخلي الطعم حاجه تانية خالص. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه جبت صينيه صغيره كده وهديها رشه زيت. بعد ما اديتها رشه زيت بالشكل ده جبت بقى فلفل رومي، وهعمل في الفلفل الرومي كده فتحات. طبعا لازم الفلفل الرومي الاحمر، هعمل فيه فتحات بالشكل ده، وهديله برده رشه صغيره كده من الزيت من كل حته بالشكل ده. كان عندي قرن ونص بالظبط، وهدي برده النص قرن دوت رشه صغيره كده من الزيت. ومعايا بقى حوالي 6 فصوص كده من الثوم. وجبت بقى ورق فايل وهحط الثوم ده في الورق الفايل. برضو هرش الثوم كده برشه صغيره برضو من الزيت. هقفل بقى الفايل كده على الثوم كويس جدا، وهبدا ادخل الصينيه ديت الفرن يعني حوالي كده 7 أو 8 دقايق. بعد كده هشغل الشوايه لغايه ما الفلفل كده يتشوى بالشكل ده. مش قادره اوصف لكم ريحه الفلفل في الفرن وهو بيتشوى، هو والثوم عامله ازاي. بعد ما يتشوى كده بسيب الفلفل يبرد شويه، وبعد كده ببدا اشيل القشره من عليه بالشكل ده. القشره هتتشال بمنتهى السهوله. القرن بقى الكامل دوت هبدا اخرج القلب والبذر كده بتوع الفلفل واستغنى عنهم خالص. وهقشر برضو الفلفلايه دي بمنتهى السهوله. بصوا بشيل البذر ده وبستغنى عنه خالص، وبقشر الفلفل كده. لو في بقى قشر صغير كده ببدا اشيله. تمام كده عندي الفلفل اتقشر. وهنخرج بقى الثوم كده من الفايل بالشكل ده. جبت بقى الكبه وهبدا اعمل الوصفه بتاعتي. جبت الكبه كده وهنزل بالثوم، وبعد كده هنزل بالفلفل، وهننزل كمان بقطعتين من الجبنه القريش. النهارده هنعمل الجبنه القريش بالفلفل المشوي المدخن. الريحه يا جماعه والطعم بجد ايه الطعم الجميل ده. جبت كده قطعتين من الجبنه القريش، يعني حوالي نص كيلو من الجبنه القريش. ممكن تستخدمي قطعه واحده عادي خالص. نزلت بقى برشه صغيره من الشطه، وكمان بابريكا مدخنه، وكمان نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. تمام. وكمان نص معلقه صغيره من الكمون، وحوالي كده معلقتين كبار من الزيت، وربع كوبايه من الحليب. انا هنا نزلت كده بحوالي 3 معالق كده من الحليب. بعد كده بنزل بشويه صغيرين كمان، يعني ربع الكوبايه دي بنزل بيها على مرتين. انا هنا لقيت قوام الجبنه تقيل قوي، تقيل جدا، فنزلت كده بحوالي معلقتين كمان من الحليب بالشكل ده. بنزل كده بالحليب يعني معلقتين. بنزل كده الجوانب كده اللي في الكبه علشان كل الجبنه تتضرب كويس جدا. خلطتها كويس جدا كده بالثوم وكمان الفلفل المشوي. مش قادره اوصف لكم يا جماعه الطعم عامل ازاي. هنا نزلت كده بحوالي ربع معلقه صغيره من الملح، وهبدا اضربها ضربه كمان كده زي الفل. هبدا بقى انزلها في طبق التقديم. خطيره يا جماعه، حلوه بطريقه مش قادره اوصف لكم جمالها. بصوا كريميه ازاي وطعمها حلو قوي. الثوم مش باين فيها خالص بس مديها طعم حلو قوي، والفلفل المدخن فيها خطير. ومش قادره اوصف لكم الطعم، يعني اللي مش بيحب الجبنه القريش هياكلها ويعشقها بالطريقه دي. تتاكل بقى فطار او غدا او عشاء، حلوه وخفيفه ومغذيه ومفيده جدا. بصوا ببدا افردها كده بالمعلقه في الطبق بالشكل ده. بصوا بوزعها كده وبفردها عشان تدي شكل حلو. بعد كده فوق الوش كده هننزل كده بمعلقتين من الزيت. لو طبعا زيت زيتون، انا هنا استخدمت زيت ذره. لو زيت زيتون بيبقى افضل بكتير. ولو زيت زيتون برضو اشتغلت بيه اللي هو الكميه اللي نزلنا بيها في الكبه اللي هي معلقتين من الزيت، برضو لو استبدلتي زيت الذره اللي انا استخدمته بزيت زيتون هيبقى كويس جدا. حطيت بقى ورقه من النعناع كده اديتها ريحه حلوه قوي. طعمها يا جماعه مش قادره اوصف لكم جمالها. جربوها يا حبايبي، هتعجبكم وهتعجب ولادكم جدا. اتمنى يكون الوصفه النهارده والطريقه عجبتكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد. تعليق حلو وانكم تعليقكم بيفرحني جدا. شير كمان كتير بقى للاصدقاء عشان الكل يشوف الوصفه الجميله دي وينفذها. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.